كان في شاب نعرفه شغال عامل على حمام عمومي في منطقة حيوية. كل شغله إنه يجمع مبالغ بسيطة من الناس اللي بتستخدم الحمام، وفي آخر اليوم ينظف الحمام وينظف الأحواض الصغيرة اللي جواه. راتبه كان قليل، بس أوقات كان بياخد شوية فلوس زيادة من الناس، إكراميات يعني. الغريب بقى إن الشاب ده كان مبسوط وراضي جدا عن شغلانته، حاسس إنه مش محتاج أكتر من كده. لكن طبيعة المكان وطبيعة الشغلانة نفسها بدأت تعلمه البلطجة على الناس من غير ما يحس. واحدة واحدة قرر يعمل حمام مخصوص، قفل بابه بقفل حديد، واللي يدخل يدفع أكتر. ليه؟ عشان محدش يخبط عليه ويقعد براحته. الحمام ده بقى كان أنظف حمام في المكان كله. ليه؟ عشان بالنسبة له مش حمام، ده مشروع مربح. ولو حد اعترض كان دايما عنده حجة جاهزة: الحمام ده بايظ وما ينفعش حد يستخدمه. ومع الوقت الموضوع اتطور وبقى يأجر الحمام ده لأي أفعال مش كويسة. أغلب اللي كانوا بيدخلوا متعاطين مخدرات، يدخلوا يشربوا جوه وبعدين يطلعوا وهو ياخد أجر على سكوته. ورغم كل ده الطمع زاد وقلبه سود أكتر. بدأ يركز مع نص الحمام الخلفي اللي كان مخصص للسيدات، وكانت واقفة عليه بنت شغالة. فضل يستدرجها بالفلوس مرة وبالتهديد مرة، لحد ما قدر ياخد غرضه، مش مرة، أكتر من مرة. وبعدها قرر يطبق نفس الفكرة في حمام الرجالة، غرفة صغيرة مقفولة للي يدفع أكتر عشان يستفيد ماديا. ومع الوقت بدأ هو نفسه يتعاطى مخدرات خلت دماغه تروح في حتة تانية، وأفكاره بقت شيطانية. قرر يعمل حاجة أبشع من أي حاجة فاتت. قرر يصور الستات جوه الحمام. دخل بالليل وقت التنظيف، عمل صندوق حديد صغير مقفول في وش باب الحمام من جوه، وحط جوه موبايل وسابه يصور ساعة كاملة. وبعدين البنت تجيب له الموبايل وهو يتفرج. فضل شغال بالطريقة دي فترة، مفيش حاجة غلط إلا وعملها، لحد ما في مرة نسي الموبايل وسابه لحد ما فصل شحن. في آخر اليوم خد الموبايل وشحنه وفتحه عشان يشوف اتصور ايه بالظبط. شاف 1 و2 و3، وبعدين دخلت الحمام بنت لابسة اسود في اسود. الغريب انها بصت ناحية الصندوق بصة غريبة، وبعدين قعدت تستخدم الحمام عادي جدا. لكن اللي خلى شعره يشيب انه شاف فوق راس البنت راجل معلق، شكله بشع كأنه مسخ، وكان بيبص ناحية الصندوق، ناحية كاميرا الموبايل، بصة مرعبة. الشاب رمى التليفون ووقع على الأرض وقعد يترعش اليوم كله. تاني يوم بالليل دخلت بنت الحمام، وفجأة فضلت تصرخ بهستيريا. الناس دخلت ولقوا الشاب مرمي عريان جوه الحمام، فاقد الوعي، شكله مش طبيعي. لما فاق بدأ يردد كلام غريب، كلام محدش فهمه، ومن اللحظة دي فقد عقله تماما. بقى قاعد جنب الحمام ياكل من الزبالة وينام جنب الكلاب. قصته اتعرفت لما البنت حكت كل حاجة وسابت المكان نهائي. ومن وقتها الناس دايما بتحكي قصته وتقول انتهاك الأعراض مش بس جريمة، ده طريق بيرجع على صاحبه بالدمار الكامل.